عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات تعطلت عليكم، ولكن راه كان وقع ليا مشكل في النمره ديال التليفون. مشات ليا تفورماطا لي التليفون، مشى لي كلشي، مشات لي القناه، مشاو ليا كلشي. وقع لي فيه مشكل ومشى لي كلشي، ما بقات عندي حتى شي حاجه، لا الماري ديال صحاباتي لا حتى شي حاجه. لكن الحمد لله والشكر لله. رجعت لي النمره ديالي، رجعتها ورجعت القناه ديالي، وداكشي علاش غبرت عليكم اليوم. ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الحليوه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم اول حاجه، حيت هذا ما صورتوش، كان عندي كما قلت لكم مشكل في التليفون راه، ولكن غادي نشرح لكم ان شاء الله باذن الله. اسمحوا لي غبرت عليكم. هنا البنات عندي كاوكاو، هذا كاوكاو قبضته. شريت انا غير كاوكاو الابيض المفصول، قبضته مسحته من الغبره مزيان وحمرته في الفران، حمرته مزيان حتى ولا على هذا اللون هذا. وديته البنات طحنته كيلو ديال الكاوكاو، طحنته ب 300 غرام ديال السكر كلاصي، ديته طحنته على برا، حيت انا ما عنديش الماكينه اللي كطحن هكا كاوكاو كما كتشوفوا. خصو يجي معلك، يجي معلك باش هاد الحليوه هذه كتبر المنينه. هاد الحليوه هذه انا كنقول لها البيس. هانتوما نجيب معلقه باش نوريكم القوام ديالو. خصكم تديو هذاك اللي كيطحن لوز الكعبه، يطحنوا لكم على هذا الشكل هذا. هانتوما معلك وكيجي زوين. شوفوا شفتوا بحال الطريقه باش كنخدموا المفلحه، الحلوه المفلحه. هذه حلوه الفيس، هذه غزاله، كنت كنخدمها كوموند كيحماقوا عليها، وكتخدم حتى باللوز ماشي غير بكاوكاو. المهم هي هذه عندي واجده، درتها في الثلاجه، غادي نعاود نرجعها في الثلاجه على ما نوجد العجينه. هنا العجينه غادي نسخن بعدا الحليب، نسيتو. هاد العجينه ديال هاد الحلوه هذه كتعجن بالحليب. هنا غادي ندير الزبده وغادي ندفيه. علاش غادي ندفيه؟ غير باش هذه ما تعذبنيش في العجينه، تولي ليا الا خويت عليها الحليب بارد غادي تولي ليا العجينه مكوره. المهم هنا 2 معالق ديال الزبده كبارين، وغادي نديرو يدفى ليا غير شويه على ما تذوب ليا الزبده ان شاء الله. غادي نغربل الدقيق ديالي، من الاحسن يكون ديال الحلويات. الدقيق الحلويات عندي كيلو ديال الكاوكاو، غادي ندير تقريبا نص كيلو ديال الدقيق، نص كيلو كافي. انا غادي ندير نص باكيه باش ما يبقى ليناش ضايع، ولكن حتى لا بقات راه كدار في الكونجيلاتور تعاودوا تخدموا بها، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. المهم انا غادي ندير نص باكيه، هي درت النص ديالها. غادي ندير واحد الطبيصه ديال الملحه، واحد الرشيشه. غادي ندير واحد شويه ديال هو كيدار شويه الزهر، لا ما كاينش انا ما عنديش. غادي ندير غير هاد زهره البرتقال واحد النص، وغادي ندير واحد 2 معالق ديال السكر كلاصي هكا يكونوا عامرين، 3 كلوا 3 د المعالق ديال السكر كلاصي. غادي نحرك هادشي كامل صافي، وغادي نعجن بالحليب ديالي العجينه هكا. نحرك هاد الزبده كما قلت لكم باش ما تكلكعش على ما ندوبها صافي. وغادي نبدا نعجن الدقيق ديالي. هي الزبده راه سخونه دغيا غادي بسم الله. غادي نعجن العجينه ديالي عاديه، ما غاديش نديرها خفيفه، غادي نديرها شويه. انا غنوريكم القوام ديالها، وغادي نخليها حتى تشد ليا راسها في الثلاجه عاد باش غادي نخدم بها ان شاء الله. راه ممكن تدخلوا داك الحليب كامل، ممكن لا، انا راه السيطرو عندي ما كاملش. هاد الحليبه كتجي زوينه، عرفتي كنت كنخدمها بزاف في لي كوموند.
قلت باش ما نغبرش عليكم غنخدم هاد الحليوه هذه، غنحاول نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. كنتمنى منكم البنات الله يسهل عليكم. عرفتي راه القناه ديالي هبطات حيت شحال هادي ما حطيت. الله يسهل عليكم لما تعاملوا معايا، ديروا لي لايك وحاولوا تكملوا لي الفيديو حتى الاخر. الله يسهل عليكم. انا كنشوف غير القنوات التافهه هي اللي طالعه، والقنوات هكا اللي كتحط لكم وصفات وداك الشيء ما شفتها مسكينه هبطات، هابطين والله الا هابطين. المهم صافي غادي دابا هذا هو القوام ديالها هكا. صافي غادي نغطيها بالسلوفان مزيان وغنخليها ترتاح ان شاء الله. منين ترتاح لي العجينه غادي نشارك معكم هاد الحليوه اللي كتجي اكثر من رائعه. راه فايسه حطاها شحال هادي في القناه، ولكن دابا جاتني كوموند بغاتها واحد السيده والله العظيم. واخا انا يعني ما بقيتش كنشد الخدمه بزاف، ولكن والله الا رغباتني، ولكن ماشي مشكل. قلت ان شاء الله باذن الله غادي نصاوبها لها. ها نتوما درتها في بلاصتيكا وغادي نديها للثلاجه، غنخليها ترتاح لي مزيان وغنرجع هاد كاوكاو حتى هو للثلاجه باش ملي نكون تنخدم به يكون شاد شويه في راسو ما يعذبنيش. هانتوما الحليب هادشي اللي بقى لي، راه تقريبا دخلت لي كاس ونص ديال الحليب. نبداو بسم الله على بركه الله. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه واحد الساعه تقريبا جبدتها. هنا عندي الدلاك، عندي موس، عندي واحد شويه الدقيق اختياري، غنشوف الا ما لصقاتليش راه انا ما غاديش ندير الدقيق. اول حاجه كنجيب هاد الوراقه هذه كنلصقها هنا، من بعد ما غسلتها ونشفتها مزيان من الماء ودرتها في رقم اللي هو رقم 6 ولصقتها هنايا. دابا غادي نبدا معكم ان شاء الله باذن الله غادي بالعجينه باش غادي نطلقها بسم الله. شوفوا العجينه كي ارتاحت ولات زوينه او ولات شهوه منها. غادي نبدا نقطع هكا العجينه غير شويه باش ما تجراليش، يعني باش ما تكسرليش وباش ما تجراش. المهم غادي نطلقها شويه بالدقيق حيت بقات تتلصق ليا شويه في يدي. غادي نطلقها هكا في الدقيق بالدلاك، غادي نطلقها هكا مزيان وغادي ندوزها في الماكينه. شويه الكاوكاو لصق ليا فيها. انا عندي دايرها في رقم 6 الورقه ديالي باش غادي ندوز هاد العجينه هادي. انا غادي ندير واحد الحرب اللي هو طويل ان شاء الله. غادي نقطع هكا مزيان كما كتشوفوا. الا ما بانلكمش سمحوا لي. هانتوما هكا غادي نطلقها هكا مزيان صافي. وغادي نبدا بسم الله على بركه الله. غادي ندوز العجينه ديالي في الوراقه بهذه الطريقه هذه. نحاولوا تكون الوراقه نقيه ما فيها حتى شي حاجه باش ما يتوسخناش هكا. غادي نستعن بواحد شويه ديال الدقيق هكا بهذه الطريقه هذه صافي. وهنا دابا غادي نجيب الكاوكاو ديالي اللي غادي نحربلو بسم الله. اللي غادي نهز واحد شويه على حسب هاد العجينه هذه هكا وغادي نحربلو هكا كما كتشوفوا هكا. غادي نحربلو مزيان. غادي خصني نديرو قد العجينه هكا. هانتوما انا هنا غادي نقص من الحشوه باش ما تضيع لياش. هانتوما بهذه الطريقه هذه غنزيد حدايا. غادي نضغط عليها غير واحد شويه هكا الحشوه ديالي، وغادي باش العجينه ديالي هكا. غادي نقط العجينه وغادي نحاول نثبتها باش ما تخرجليش الحشوه.
باش ما تخرجليش الحشوه ديالي هكا مزيان. هانتوما كما كتشوفوا هكا مزيان مزيان مزيان. غنثبتها بصبعي مزيان هكا صافي، وغادي نبرك عليها هكا شويه، غنضغط عليها هكا هاد الطريقه هذه. هانتوما كنعاود نمددها ونستعن شويه بالدقيق باش ما تلصقليش. هانتوما هنايا العجينه تقطعت لي، غادي نحيدها. هانتوما هكا غنحاول نقطع العجينه وما نقطعهاش حتى يبان ليا كاوكاو. غنخلي واحد شويه باش هكا الحشوه ديالي اولا كاوكاو ما يخرجش. بهذه الطريقه هذه هاد العجينه هذه راه ما كتضيعش. كنحيدها. هانتوما كنحاول نشرح لكم مزيان. كنحيدها وكندير لها هكا وكنديرها في البلاستيكه وكنستعملها، راها ما كتضيع ليا حتى شي حاجه. دابا هانتوما دابا صافي الحشوه ديالي راه واجده. بسم الله على بركه الله. غادي نقطع هذه هكا قلت لكم داك الزائد ديال العجينه، وغادي نحاول نقطع هكا. تقريبا نتوما العرض ديروا العرض اللي بغيتو، يجيوكم كبار يجيوكم صغار، ولكن كيجيو مقادين كيجيو حلوين صراحه. هكا هذا اللي تقطعت لي فيه العجينه انا غنحاول ما غاديش نديرو، غادي نحلو وغادي نرجع الحشوه في بلاصتها. هانتوما الحشوه راها ما كتضيعش هكا. التليفون داكشي باش قطعتها نتوما، وكتقبطوا هكايا هذه كتمددوها هكا وكتلويوها. هانتوما كيجي زوين ساهله. هانتوما هكا وكتمددوها هكا وكتلويوها هكا. هانتوما ساهله كتجي هاد الحليوه هذه ولا اروع، كتجي زوينه بزاف، واحد المذاق فيها يا سلام يا سلام. هانتوما ساهله وراكم دغيا كتخدموها. الا جاتكم شي حبه صغيره راكم غادي تعاودوا تحلوها وتخدموا. هانتوما كتقطعوا كديروا لها هكا وكدوروها. ساهله ودغيا كتغلبوا عليها، وتبارك الله كتحط واحد الكميه لا باس بها. هذه تقطعت لي غادي نحلها وما غنضيعش الحشوه. دائما الا تقطعت لكم شي وحده كتحلوها هكا. نتوما راه ساهله العجينه دغيا كتحيد منها، كتنقيوها وكترجعوا الحشوه لبلاصتها وكتعاودوا تخدموها. راها ساهله البنات، ساهله بزاف وزوينه وكتجي بنينه. وهاد الفيس هذا راه كيتباع ب 180 درهم للكيلو، 180 درهم للكيلو باش كيتباع على هذا الشكل هذا هكا. شوفوا تبارك الله شحال من وحده كيخرج لينا، يعني يكونوا جوج. وحده كتدور لكم هنا بحال اللي شفتها غادي تحل ليا، غنعاود نسدها. وحده اللي غتكون كتدور لكم الوراقه او الماكينه، وحده هكا تكون كتخدم. راه يكونوا جوج دغيا غتساليوها وصافي. هادشي اللي كاين وصافي. هادشي اللي كاين. كنحاول نشرح لكم وكنقول صافي. هانتوما هذا فاش تيبقى ليه، هانتوما كما قلت لكم كنحلو ما كنضيعش الحشوه ديالي. نتوما حتى العجينه راه كتبقى نقيه ما كتضيعش، ممكن تعاودوا تخدموا بها. هانتوما كاوكاو راه كيتحيد بسهوله، حتى راه واحد المذاق فيه ما نقول لكمش. صافي وكنبدا نهز هكا كما هانتوما بحال اللي كتجريها وكتقلبيها كتلويها. ساهله هانتي
ساهله. كتحاولي ديريهم قد قد. هاتي راه كيحط تبارك الله واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف. دابا غنكمل معكم غير هذه صافي، وغادي نمشي نكمل الخدمه ديالي فوق الطبله حيت ما كنقدرش نوقف بزاف برجليا. وما هي هنا الصراحه شاده ليا الماكينه مزيان في الرخام. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، كتجي زوينه، كتجي غزاله، وكتجي كتذوب في الفم ذوبان. غادي نستمر حتى نسالي ان شاء الله، وغادي نرجع معكم تشوفوا شحال خرجت ليا من لاطه. هما شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هانتوما شوفوا راه كيعطي واحد الكميه اللي تبارك الله لا باس بها. دابا انا غادي نخليه ينشف غير شويه وعاد غادي نديه نطيبو. هانتوما هنا هذا راه بدا كينشف. هذه هي اللاطه الاولى. هانتوما هذه اللاطه الاولى. شوفوا تبارك الله كيلو د كاوكاو شحال حط لي، ونص كيلو ديال الدقيق راه بقى لي منه واحد شويه. غادي نخليه ينشف غير شويه وغادي نديرو في الفران. هانتوما هي لاطه صغيره. شوف تبارك الله صراحه كيجي غزال، تيجي رائع بزاف. من بعد ما طاب كيجي غير هكا، ما كيجيش محمر بزاف، كيجي غير هكا بيض. كيكون سخون كنقبطوا واحد البانسو وهكا الناباج وكندهنوه بالناباج. هي هكا من الفوق غير هكا كدهنيه بالناباج، كيعطي واحد اللمعه وكيعطيه واحد المذاق. غادي ندهنو بالناباج هكا كامل وغادي نرجعو للفران غير واحد 2 دقائق وغادي نحيدو غير نلصق عليه داك الناباج. راه كيجي زوين البنات، كيجي غزال. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا كيجي رائع. هنا راني باقا جالسه حدا الفران وكدهنوه بالناباج وهو سخون، الحليوه ديالكم سخونه فهمتوني. هكا هكا بالبانسو. يا البنات الحليوه ديالنا وجدات. شوفوا كي كتجي تبارك الله ما شاء الله، راه كتحط اكثر من 100 حبه، يعني 120 الفوق. كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. شوفوا البنات، شوفوا تبارك الله من بعد ما دهنته بالناباج كيجي. عرفتي هذا الا جلستي حداه غتساليه دغيا. عرفتي واحد المذاق، واحد المذاق رائع رائع. شو ولدي راه حدايا والله الا كينغزني تيقول لي ماما عطيه لي خذوا. والله العظيم البنات تيجي زوين. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجيو حطوه وخدموه كوموند بوجهكم احمر ما غيحشمكمش، زوين بزاف. يلا البنات بسلامه عليكم، مع فيديو اخر ان شاء الله ووصفه اخرى باذن الله.